التحفيل هو جزء أساسي في عالم كرة القدم، وبصراحة الواحد ما يتخيلش إن في كرة قدم أصلا من غير موضوع التحفيل ده. بس لما يوصل التحفيل لنوع من الجهل والغباء، يبقى احنا محتاجين نتكلم عنه شوية. وفي الحقيقة عزيز الزملكاوي، الفيديو ده هيبقى فيه كلام مهم جدا، فأتمنى من حضرتك إنك تعمل لايك للفيديو ده بحيث إنه يوصل لأكبر عدد من الناس، سواء الزملكاوية أو كمان الأهلوية، واللي الكلام أكتره هيبقى موجه ليهم. طيب، بسم الله. في الساعات الأخيرة وتحديدا بعد خسارة الزمالك في نهائي الكونفدرالية، شفنا حملة كبيرة جدا معمولة من بعض الصفحات الأهلوية ومن بعض اللجان الأهلوية على 2 لاعبين من الزمالك، وهم عبد الله السعيد ومحمد شحاتة، واللي كان قبلهم طبعا حسام عبد المجيد وخوان بتزيرة. ومن حسن حظ حسام عبد المجيد المرة دي انه طلع بزيرو اخطاء في مباراة النهائي دي، فبالتالي يا معلم هم مش لاقيين حد يتكلموا عليه دلوقتي غير عبد الله السعيد ومحمد شحاتة، وهقول لك على الاسباب بتاعتهم كمان شوية. وفي الحقيقة يعني اختيار الاتنين اللاعيبة دول تحديدا من سكواد الزمالك بالكامل عشان يتم انتقادهم او حتى التحفيل عليهم هو حاجة في منتهى الغباء. اصل عبد الله السعيد عامل فتوة على لعيبة الزمالك، اصل عبد الله السعيد كسر اوضة اللبس على لعيبة الزمالك، اصل عبد الله اصل عبد الله اصل عبد الله. وان جينا للحق يعني فهو فعلا عبد الله السعيد كسر اوضة اللبس على لعيبة الزمالك وزعق وشتم وعمل كل شيء حضرتك تتخيله. بس هل بقى اللي عمله عبد الله ده صح ولا غلط؟ لو جينا نتكلم في الموضوع ده من المنظور الزملكاوي وتحديدا يعني من منظور كابتن هادي حبيبك، فانا شايف ان اللي عمله عبد الله السعيد ده هو اكتر شيء صح عمله خلال مسيرته مع الزمالك. وفي الحقيقة ممكن الكلمتين دول ما يكونوش مقبولين بالنسبة لك عزيز الزملكاوي، واللي هو ازاي يعني يا كابتن هادي؟ ده واحد شتم وزعق للاعيبة بتاعتي وزعق للمدير الفني وانت تقول ان هو صح؟ طب واحدة واحدة بقى كده وتعالى نتكلم بالعقل وبالمنطق. لو لعيبة الزمالك بعد ما خسرت نهائي الكونفدرالية أخدت شنطتها وكل واحد ركب العربية المرسيدس بتاعته وروح بيته شرب اللبن وغسل سنانه ونام بدري عشان عنده تمرين تاني يوم الصبح، هل كان حد من اللعيبة دي هيحس إن في كارثة حصلت؟ أو حد فيهم هيحس إنه أخطأ مثلا؟ في الحقيقة لأ، لأن كل واحد ما بينه وما بين نفسه هيرمي اللوم على زميله اللي كان واقف جنبه في الملعب، وهيقول لك يا عم انا مالي، انا عملت اللي عليا، او دي كانت غلطة مدرب. بس ان يبقى عندك واحد بقى زي عبد الله السعيد في اوضه اللبس بيزعق ويتشنك ويغضب ويرمي اللوم على خط الدفاع بالكامل ويرمي اللوم على خط الهجوم بالكامل ويرمي اللوم كمان على المدرب، فكل واحد هيعرف ان هو اخطأ، وكل واحد هيعرف ان هو فعلا أثر في الملعب. وكان لازم بعد خسارتك للكونفدرالية نعرف التقصير اللي حصل في الملعب ده جاي من عند مين، ومين اللي يسأل عن الهزيمة والظهور بالشكل ده. لأن حضرتك عندك ماتش نهائي الدوري قدام سيراميكا، انت لسه الموسم بتاعك ما انتهاش، فانت لازم ولابد ان حضرتك تصلح اخطائك ايا كانت هي عند مين قبل ماتش سيراميكا. وفي الحقيقة عزيز زملكاوي انا مبسوط جدا بعبد الله السعيد وبوجود عبد الله السعيد، وفرحان جدا بقى بزعيقه وبشتمته وبعصبيته، لان ده بيوضح قد ايه هو شايل حمل المسؤولية، وهو عارف قد ايه ان بطولة زي الكونفدرالية دي كانت مهمة جدا للزمالك، مش بس عشان هتزود عدد ألقابك، لكن كمان عشان مكافئتها المالية اللي كانت بكل تأكيد قادرة تحل لك كل مشاكلك المالية في الموسم الحالي. فأنا كزملكاوي ده نفرح جدا لما الاقي لاعب متعصب وبيزعق وبيتخانق كمان مع اللاعيبة اللي قصرت واللي أخطأت في الملعب بعد الخسارة. نيجي بقى للجزء الأهلاوي اللي حتى هو بيحفل علينا ما عندوش وعي هو بيحفل على مين. بس ليه ما سألتش نفسك؟ ليه ما سألتش نفسك هو اشمعنى عبد الله السعيد ومحمد شحاتة اللي معمول عليهم الحملة الكبيرة دي قوي؟ خلينا دلوقتي مع عبد الله السعيد، وتعالى كده اقول لك ايه اللي بيدور في دماغ الاهلاوي وهو بيتفرج على عبد الله السعيد معانا. اللي عمله عبد الله السعيد في مسيرته مع الزمالك هو شيء اتفاجئ بيه كل الاهلاويه بلا استثناء. بقى ده عبد الله السعيد اللي كان عندنا، وبرغم انه داخل على سن ال 41 سنة الا انه بيدافع وبيهاجم وبيغطي ورا المدافعين والباكات. بقى هو ده عبد الله السعيد اللي كان اكتر حاجة بتميزه هو الهدوء وان محدش بيسمع له صوت، بقى بيتعصب ومضغوط وشايل مسؤولية البطولات اللي بيشارك فيها. طب هو ازاي عبد الله السعيد بيحتفل بجنون قوي كده مع جمهور الزمالك ولا كأنه متربي في حواري عقبة؟ ازاي عبد الله السعيد في سن ال 41 سنة بيعمل المجهود الخرافي ده في الملعب
لدرجة ان هو ممكن يلعب ال90 دقيقة كاملة وممكن اكتر من 90 دقيقة كمان. كلام بقى كتير قوي من النوعية دي. وعايزك تبقى دايما عارف عزيزي الزملكاوي ان اي لاعب تلاقي جمهور الاهلي مركز معاه وعامل حملة اعلامية او حتى على السوشيال ميديا عليه، اعرف على طول ان اللاعب ده عامل لهم خرم في دماغهم، او بمعنى اصح كده هم بيشوفوا فين نقطة قوتك في الفريق او اكتر لاعب فايق عندك في الفريق وبيحاولوا يوقعوه، زي ما عملوا قبل كده مع حسام، وقبله خوان بتزيرة، وقبله كان ناصر منسي، وقبله كان فتوح، وقبله كان جون ادوارد، وغيره وغيره من اللاعبين والاشخاص. انا عن نفسي بشوف ان عبد الله السعيد اسطوره حيه واخر ما تبقى من جيل العظماء. وعبد الله السعيد يعني تحديدا انا حاجه دايما بقولها ما بيني وما بين نفسي، هو الوحيد من لعيبه الزمالك او من لعيبه مصر عموما لو شفته هروح اطلب ان انا اتصور معاه، ودي يعني حاجه مستحيل ان انا اعملها. بس عبد الله السعيد هو اللاعب الوحيد في مصر لو شفته هروح باذن الله هتصور معاه، وده لان عبد الله عقليه مختلفه تماما عن اي لاعب موجود في مصر او حتى كان موجود في مصر. عبد الله انا دايما كنت بطالب ان هو لازم يبقى ليه منصب اداري في قطاعات الناشئين، لازم احنا كزمالك نحاول بقدر المستطاع نستفاد من اللاعب ده وبعقليه وخبره الراجل ده، بصراحه يعني اسطوره. وركز على موضوع اسطوره ده لانه بيوجعهم برضو شويه. طب تعالى بقى كده ندخل على محمد شحاتة. وموضوع محمد شحاتة ده بالنسبة لي غريب جدا لدرجة ان انا مش قادر استوعبه، مش قادر افهم ازاي شخص يشمت في وفاة حد. يعني محمد شحاتة ربنا يرحم والده، ربنا يرحم والده ويغفر له ويجعله من اهل الجنة. انا بقى نفسي افهم ايه مشكلتك مع محمد شحاتة؟ محمد شحاتة ما نزلش عايز ابوه يا عم وانت مالك؟ والمشكلة برضو ان الناس لما بتيجي تتكلم في الموضوع ده بتتكلم بجهل. يعني ناس كتيرة جدا ما تعرفش ان محمد شحاتة ما عرفش ينزل مصر، ناس كتيرة جدا ما تعرفش ان نفس الموقف ده اتكرر بالحرف مع كابتن محمود الخطيب. والدته توفت وكان عنده ماتش تاني يوم قدام الترسانة، والده اتصل بيه قال له يا ابني العب الماتش، انت حزنك في قلبك وده شغلك والحاجات دي كلها. وكان رأي الجمهور المدلس اللي بيتكلم دلوقتي ان دي جرينتا من محمود الخطيب وان دي العظمه ودي الرجوله والجدعنه والحاجات بتاعتهم دي. ولو مش مصدقني عزيزي الاهلاوي فانت عندك اليوتيوب او جوجل، روح اسال هناك. وعشان بس نبقى عارفين، لاعب كره القدم ده مهنه، يعني هو مهنته لاعب كره قدم، يعني هو في شغل، هو مش رايح يرفع عن نفسه ولا رايح يتفسح في الجزائر، لا ده رايح يشتغل. الشغل اللي هو بيعمله ده هو بياخد عليه مقابل مادي. وفي الحقيقه برضه عزيزي الزملكاوي انا مش لاقي كلام اقدر ابرر بيه موقف محمد شحاته. بس احنا بنتكلم مع مين؟ احنا بنتكلم مع جمهور برر سب الدين، شال كلب عشان يتنمر على لاعب ودخل المقابر وما احترمش حرمه الميت، جمهور قبل على نفسه وعلى والدته الشتيمه عشان شويه تحفيل ومكايده. هتاخد ايه من جمهور شايف ان شوبير رجل صالح وبيتكلم كلمه حق وحراق ومشطشط، وهو حابس نص الجمهور بتاعهم بسبب التحريض وفيديوهاته مغرقه النت؟ يا راجل. كان معاكم ادي هشام، مع السلامه.